لو حتى عايزه اذي حد بيبقى شوفوا معايا كل اللي ممكن اقدر اذيه، واقسم بالله ما بعمل لاخر لحظه. بتماسك علشان بحاول احافظ على ما بداخلي على قد ما اقدر. ولكن انا فكرت خلاص لا، هو مش معنى كده دمار لما بداخلي، هو حفاظ وحمايه على ما بداخلي بقى اللي باقي عليا كل كده على بعضه. خدوها كده حاجه كده لله وللوطن وللناس كلها. البنت اللي امها ماتت اتكسرت ما بتبقاش على حد، واكيد لو ابوها مات ما بتبقاش اكتر واكترين 3 4 10 بقى للصبح. فانا الحمد لله انا ابويا عايش، بس انا اتكسرت لما امي ماتت، لان امي دي كان كل حياتي وصاحبتي. فمش هبقى عليك ولا سمع عليك، والله لو فيا غلط السنين برضو مش هبقى عليك، مش هسمع عليك. السلام عليكم. حبيت النهارده اعمل الفيديو ده علشان هي رسالة تنبيه وتحذير لأي حد هيحاول يمس فتفوتة كده مني. وانا حقي ان انا احمي نفسي، وكل واحد حسب ما هو شايف ازاي يحمي نفسه. ممكن الاقي ناس كتير بتكتب لي تعليقات وشكرا جزيلا يعني بطرق حماية للنفس ازاي، ولكن اللي انا واخداه القرار بتاع النهارده اللي انا هقوله هو ده اللي انا بحمي بيه نفسي. بداية، لو حد مفكر ان انا هبعد عن هدفي او نجاحي او اي حاجة ليا على السوشيال ميديا عشان خاطر القذارة اللي بتحصل حواليا بقالها سنين وبتتزايد ولغاية النهاردة حاصل وما زالت مستمرة، لا. لما احب ابعد عن السوشيال ميديا او عن نجاح ليا او عن اي حاجة انا بعملها بمزاجي مش بلاوي دراع. لما بلاقي حد بيحاول يلوي دراعي انا باجي اكسر دراعي بنفسي قبل ما حضرتك تتجرأ، لانك ما اتخلقتش انك تيجي تكسرهولي. تسميه بقى مغرورة، تسميه مش عارف ايه، بشوقك ما عنديش مشكلة خالص. اشباه الرجال اللي بقينا بنتعامل معاهم، لان اي راجل ابن راجل بيسمعني دلوقتي ما اعتقدش ابدا ان هو هيخالف او هيعترض على اللي انا جايه اقوله النهارده، لان انا بقول لك بحمي نفسي، وبقول لك انا يعني مش الحمايه النفسي ان انا ابعد عن حياتي كلها واغير حياتي كلها وهي الحمد لله حياتي تمام وشويه يعني اشباه رجال. مش عايزه برضو اغلط علشان خاطر حضراتهم يعني، لا. العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. هتأذيني هأذيك اضعاف مما تتخيل. وما اعتقدش ان حد هيقول لي بقى لا حرام وبعدين احنا نصبر. لا، ما انا صبرت كتير، والله العظيم صبرت كتير. واللي انا وريته لكم امبارح ده شعره، وما حدش يقول لي بقى اصل هم ما لهمش قيمه وانت بتعملي لهم قيمه. كان زمان يعني ده بنقولوه بقى، او ممكن انا اطلع حتى في فيديو اقوله لك واقول لاي حد لما يكون مش بالطريقه ديت لا الاذى عدى مراحل. وانا بنت يعني انا رحت جيت بنت. ولو انت مفكر علشان انا بنت مش هقدر احمي نفسي، لا، انت بتعرفنيش لسه. انا بوجه الكلام ده لكل واحد هو عارف نفسه كويس. ولو انا عامله حظر ليهم، هم بيدخلوا من اكونتات وهميه، سواء بقى الناس اللي عامليني اكونتات باسمي، سواء الناس اللي هي زي ما قلت في الفيديوهات بتدخل بارتباط ولا غير ارتباط ولا جو مش عارف ايه. فلما انا ما اجيش سكه او لما انا مثلا ارفض الارتباط او لايا كان ده انا لو انا غلطانه، شوف انا بجيب لك بقى من الاخر عشان ما بخافش غير من اللي خلقني. لو انا حتى غلطانه انت مالكش ان انت تيجي جنبي. اصل انت مش يعني زي ما احنا قلنا في فيديو من يومين، انت مش بتاع سبح، انت مش بتاع سبح. وزي ما قلنا لو حتى واحده لا مؤاخذه شمال، انت مش بتاع سبح برضو. فانا بص انا بجيب لك الاخر. لو انا حتى غلطانه ما حدش يجي ابدا يدمر او يهدد او يجي جنب حياتي خالص. عشان في فرق ما بين الشخص اللي هو حياته او حياتها فاضيه، فعماله مثلا بتنصب على الناس، عماله مثلا بتؤذي الناس، عماله تظلم، عماله في فرق. وما بين حد ممكن عادي بشر، يعني هو مش ملاك يعني مركب جناحين ولا هي ملاك مركبه جناحات،
بشر عادي جدا، ممكن تغفل، ممكن تسهو، ممكن يسهو، ممكن والا كلنا بلا استثناء نبقى مش محترمين، فيبقى محدش يعاتب التاني او محدش يتكلم. لكن ترصد الاخطاء وقله الادب والقذاره اللي انا بقيت بشوفها وبقيت يعني بلاحظها كمان في حته ايه، ان انا عشان مش لابسه النقاب زي ما مثلا انت بالنسبه لك الشرع قال 1 2 3 4، او لبسي مش عاجبك او انا مش عاجبك كلي على بعض، خلاص بقى نجيب صورها، طب نيجي نجرحها، طب نيجي نعمل لها، طب نيجي نزفت لها، طب ايه ده؟ انت مالكش دعوه، انا لابسه قلعه انت مالكش فيه، انت مش من حقك ان انت تعمل كده عشان حتى حد غلطان. فبقول لك لو انا حتى غلطانه وعندي غلط سواء تجاه ربي الاعظم مني ومنك اللي رحمته واسعه، اللي بيسيب اي حد لو بيعمل زنا بيديله فرصه واتنين وتلاته وبيستره، لا يبقى انت مين انت؟ انا قسما بالله بقالي 3 4 ايام خلاص جايبه اخري، بني ادمه برضو يا جماعه. اعذروني بقى في اللي انا هبتدي اعمله، لان انا مش هعمل ده غير مع الناس اللي مش محترمه، وغير مع الناس اللي هي بتتعدى حدودها او هتتعدى حدودها. كميه حظر مكالمات انا عاملاها لغايه دلوقتي مش طبيعيه. انا مش هقولك انك انت زي الحيوان، لان الحيوان بيحس وعنده دم وعنده وفاء، لكن يلي بتعمل كده مش عارفه اوصفك، عشان برضو انا عندي اخلاق. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإن عوقبتم فعوقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو خير للصابرين. اي نعم، ربنا قال لك في الاخر ولئن صبرتم، فاحنا صبرنا كتير. يعني هو خيرك الله سبحانه وتعالى ما بين انك انت لما بيحصل لك اذى فإن عوقبتم فعوقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني لو حصل لك اذى او ظلم وقع عليك يعني رد كما حدث لك، لكن لو صبرت في جزاء وفي خير. طب انا لو ما صبرتش يا رب هتحاسب على كده؟ لا خالص، حقي بقى رد، وانا هرد بايه بقى؟ هطلعك على المسرح عشان محدش يجي يقول لي انت بتشهري بحد. انا ما بشهرش بحد، وعمري في حياتي ما عملت كده. شوفوا انا تعرضت لكميه قذاره ومش عايزه اقول حاجه اكتر من كده، لكن انتوا شفتوها معايا لغايه امبارح. ممكن حد يجي يقول لي يا ياسمين طب كبري دماغك. لا، ما انا كبرت دماغي كتير لغايه، بصوا من كتر ما انا كبرتها انا عندي ارتفاع ضغط في المخ، والله ما بهزر. فاكريني بهزر؟ لا، انا واحده عندي ميه على المخ وعندي ارتفاع ضغط في المخ. دخلت السوشيال ميديا بارادتي، كنت عيله عندي 20 سنه وعندي 32. بس انا مش ايه ما كفرتش بالذي انزل على محمد. حتى لو انا عندي 100,000 غلط يا اخي. هنرجع تاني نفس الكلام نقول لكم انتوا مش في ايديكم سبح طول الوقت، انتوا مش ملايكه، ولو انتوا ملايكه على الله حكايتكم. قسما بالله ورحمه امي اي حد هيتصل بيا، انا لغايه دلوقتي ما استخدمتش ده مع حد، يعني بضطر ارد علشان وارد ان يكون حاجه تبع كورس انا مسجلاه، وارد يكون اوردر اونلاين طلباه، وارد اي حاجه، وارد اي حد من قرايبي يكون مغير رقمه، واي حد من اصحابي وارد، وانا مش هغير رقمي. يعني انا قعدت افكر فيها تغير رقمي وقلتها امبارح في الفيديوهات، قلت طب بعدين. وبالنسبه لشغلي اللي جاي اللي هو شغل عام، شغل تدريب رياضي وهيبقى عام، وده انا بستعد ليه، المفروض اعمل فيه ايه؟ ما انا لو حاجه انزل رقمي، طب ما نزلتش، وقلت لو ما نزلتش رقمي هعمل ايه؟ وبعد ما نزلش رقمي انا ايش ضمني اللي داخل او داخله عليا من اللي بيحصل ان هي او هو ما ياخدش الرقم، او لو واقف قدامي كده. ما هو البجاحه ليها ناسها عادي جدا، خلاص احنا عايشين في مجتمع اكتريته بجحين، انت مش عارف عدوك من حبيبك دلوقتي. فانا بجيب لك اهو الاخر عشان برد على كل اللي في المخ عشان نريح دماغنا. لو حد قدامي دلوقتي خد رقمي وطلع هو او هي مش كويس، انا اعمل ايه بقى؟ اذا كان في بنات واخدين صوري وهم اللي عاملين بيها القذاره، اذا كان في بنات وانا قلت ده امبارح وذكرته ووضحته بالادله عاملين اكونتات باسمي، اذا كان بيكلموا واحد اكتر من سنه على انه انا عشان ما حدش يقول لي شباب بس، لا 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 لا، ده من كله بقى. هطلعك على المسرح، مش قصه اجراءات قانونيه بقى خدها بس، لا 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 لا، هجيبك كده يلي تبعت لي بقى خاص على الواتساب، تبعت لي على الانستجرام، تبعت لي على الفيسبوك، ايا كان. ولو فكرت ان انت عشان اكونت وهمي
انا مش هعرف القطك واجيبك، هجيبك بمعنى ايه؟ رساله، شاتم بقى، لفظ، عامل اللي عامله، اي حاجه هتلاقيني كده ايه، بطلعك كده قدام الدنيا كلها سكرين كده وبحط الكلام. مش بس كده، هشوف بقى اهلك فين لو ليك اهل، واصحابك ودنيتك واللي جابك والدنيا كلها. والسوشيال ميديا كده بقى فريره، عشان هو احنا عايشين فين ولا في ايه ولا ايه القرف ده اللي بيحصل؟ انا ما باذيش حد، وانا مش هاذي حد غير لو اتاذيت، لان انا لغايه دلوقتي مأذيه بما فيه الكفايه. الناس القذره اللي بتتكلم برضو بطريقه عشان لبسي او مش لبسي او كذا، ابعدوا عن الجو ده خالص. انا مش شبهكم وشين، لما بغلط بقول انا غلطت، ودايما في فيديوهاتي بقول كده، وانا مش مجبره اطلع اقول كده، وقلت الكلام ده قبل كده برضو لسه قايلاه من يومين. انا مش مجبره اطلع. جو السبح والمشايخ والجو اللي بتعملوه عليا ده اعملوها لحد تاني. الواحد هيخرج بره المله بسببكم. خليتوا لغير المسلمين ايه؟ لما احنا كمسلمين يؤسفني ان احنا بنعمل في بعض كده، وانا اسفه ان انا بقول كده، لان في ناس مسيحيين بتسمعني وعندي في الصفحه. انا اسفه، بعتذر ليكوا، بعتذر لنفسي، وبعتذر لديني ان في ناس بتعمل كده، ان في ناس عادي جدا تتكلم وتقذف محسنات. انا اقسم بالله عندي رسائل قصف يعني فيا وفي شرفي بطريقه غير طبيعيه. يعني انا مش اقول لكم ايه تاني، انا في حاجات ما نزلتهاش، في حاجات ما قلتهاش، رغم ان انا قلته ما كانش شويه. فما حدش يجي يقول لي ياسمين مش عارف ايه، لا، صبرت كتير خلاص، وربنا الحمد لله بيجازيني على صبري. الواحد بيغلط وبيراجع نفسه على قد ما يقدر، ايا كان غلط كبير وصغير، بيحاول يهتدى، بيحاول. انت مالكش دعوه بقى، انت مالكش دعوه، انت مش نصره للدين والاسلام. انا عمري ما جيت لحد معين وقلت له البس او اقلع، ولا البسي ولا اقلعي ولا نعملي. انتوا مالكوا دعوه بقى، عشان قسما بالله حد هيكلمني هسجل له. اديني بقول لك اهو، خاف بقى، وكل واحد عارف نفسه. حد بيكلمني تحديدا من رقم غريب هسجل له. لقيت كلامك وقح، كل الناس هتسمع معايا. لقيت كلامك موزون ومحترم، هشوفك عايز ايه. عايز شغل، عايز تمرين مثلا لو بمرن، والله بتسالني على حاجه افيدك، عينيا. انا كنت بستقبل مشاكل بالهبل قبل كده وما باخدش منها ماني، وعادي الحمد لله ما تاخرتش على حد، وفي ناس كتير تشب كده، وتعرضت لقرف ومشاكل كتير بسبب امور كتير انا برضو بتكلم فيها وعنها، وحق وباطل وكذا والى اخره. هتدخلي على العام، هتتكلم جو بقى، ممكن نتعرف، ممكن نتنيل. انا ما عنديش كده خالص، ما بصحبش على رجاله، انا ما بصحبش على حد. ما تجيش بقى يعني الحته الناقصه اللي جواك تاخدك كده، ولا ازاي بقى، ازاي دي ما تكلمنيش، ازاي دي مش عارف ايه. وانا ما بصحبش على حد. روحوا تصاحبوا على رجاله، مش عارفه من قله الرجاله جايين تصاحبوا عليا، ولا من قله كانتكم نيله. انتوا ما بتصاحبوش على اخواتكم البنات، ولا مراتاتكم لو انتوا متجوزين، ولا امهاتكم، ولا المفروض تتصاحبوا عليهم، ولا بناتكم وجايين تتصاحبوا على بنات مش عارف ايه. لا، كانتكم 60 نيله كمان. صاحبوا على بناتكم الاولى، بدل ما هم يروحوا يتصاحبوا على رجاله هم كمان. ها، مش كل واحده هي اللي بتفتح الباب او بتبقى غلطانه. الجو الذكوري المجتمعي ده لا، ننساه بقى، ننساه، عشان احنا بنبقى قافلين بيبات كتير، وبيجي واحد ما يعرفش ربنا ولا يعرف اي حاجه عن كل حاجه، هو اللي بيجر. واحنا مش ملايكه يعني، احنا مش ملايكه على فكره. ما انا وارد ان انا اقع عادي جدا، وارد ان انا اغلط عادي جدا، وارد ان انا احس ايه، عندي قلب والله، وارد اي حاجه. ما انا كنت بحب قبل كده، وكنت ايه المشكله؟ هو الواحد يعني اتعلم بالساهل وما زال بيتعلم، وما زلت انا بتعلم من القرف اللي بيحصل لي في حياتي برضه. هو مش وارد يعني ايه هتطلع تقول لهم ياسمين اقدر ايه؟ مش فاهمه انا ايه القرف اللي احنا بنشوفوه ده. السوشيال ميديا فعلا بقت زفت على دماغكم، على دماغ كل واحد مش محترم وكل واحده مش محترمه تحديدا، مع احترامي للمحترمين. انا اسفه. العين بالعين والسن بالسن والبدي اظلم. هتاذيني هاذيك اضعاف، هفرج عليك الخلق كله. ولو انت راجل ابن راجل صح بقى قوي كده ومش همك، تعالى لي هنا في اسكندريه، واقسم بالله انا هفرج عليك اسكندريه كلها، عشان انت ما شفتش رجولها في حياتك. انا مش عارفه اقول ايه تاني، عشان ما حدش يرجع يقول لي انت بتشهري بحد. انا ما بشهرش بحد، واكيد مش اي حد او واحده او واحد محترم هيعلق لي او هيدخل لي خاص او يدخل يكلمني او يكلمني كذا او بتاع يعني هنشر له الدنيا، لا خالص. انا كلامي واضح،
الناس اللي مش محترمه، اللي بتقول كلام مش محترم، اللي بتحاول توقع او بتترصد لخطأ، سواء الخطأ ده ممكن نغفل عنه او لا نغفل ايا كان، لان انا مش ملاك، وتعمل كده هيحصل لك اضعاف. عشان ما حدش يقول لي برضو ما تعملي بلوك، والله عملت بلوكات كتير وطول حياتي بعمل، وكبرت راسي كتير واستحملت اكتر، ولغايه النهارده بعمل بلوكات كميه ارقام ورا بعض مش طبيعيه، وكلها مقصوده ومعروفه. ايه ده غير الاكونتات الوهميه، ده غير اللي انا عرضته امبارح. ايه اعمل ايه تاني؟ لا مش هسكت. وبقول لكل بنت اوعي تسيبي حقك، واوعي تخافي. لو اخر يوم في عمرك خديه، على الاقل تموتي وانت واخده حقك. لو حد بيعمل لك ايه ولا بيهددك بايه ولا بيقول لك ايه، رزعي له حلل كده، رقعي له والله. لو طب بس انا غلطانه يا ياسمين، كلنا بنغلط يا ماما، ما تخليش كلب، انا اسفه بقى انا اقول كلب لان الكلب احسن منه، كلب احسن منه بجد. ما تخليش واحد ما يسواش اي شعره من صبع رجلك الصغير كده ان هو يضعفك خالص. اقوي واستقوي وتعلمي من اخطائك وراجعي نفسك، عشان ده اللي هينفعك في حياتك. لكن هتضعفي تقعدي تعيطي جنب الحيط وتخافي وتكشي ومش عارف ايه وبتاع والحوار ده ولا لا، احنا بنسيب كل حاجه على ربنا اكيد، بس ربنا هو نفسه قال وان عوقبتم فعوقبوا بمثل ما عوقبتم به. خلصت. ربنا ذاته برضو اللي قال هتأذيني هأذيك، هتبقى محترم ومحترمه معايا وكويسه في تعليقاتك، كويسه على الخاص، كويسه في اتصالك على راسي من فوق. غير كده تحمل بقى النتيجه لما تبقى على المسرح قدام كل الناس، قدام عيلتك واللي جابك واللي جابتك وكله بقى.